بعد فشل المدربين الأجانب وآخرهم فيتوريا، وأخيرا اتحاد الكرة سمع لكلامنا واختار حسام حسن كمدرب وطني مصري. وبالمناسبة السعيدة دي قررت أجيب لكم أمجاد مصر أيام الإمبراطور حسن شحاتة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. أبدأ منين ولا منين؟ خلينا نبدأ بالأمجاد. خدنا بطولة 2006 و2008 وسيطرنا على قارة أفريقيا بأكملها، وما بقيناش عايزين حاجة تانية. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. دخلنا بطولة 2010 بقلب جامد. أول مباراة بالمجموعات كانت مع نيجيريا، هوب سجلوا فينا الهدف الأول في الدقيقة 12، وقبل نهاية الشوط الأول عماد متعب سجل التعادل، وفي الشوط الثاني هوب نجيب الهدف الثاني في الدقيقة 54 ونتقدم على نيجيريا، وفي الدقيقة الأخيرة يسجل البديل محمد ناجي جده ويخرج المنتخب من الماتش كسبان ثقة كل الجماهير. الماتش الثاني مع موزمبيق ماتش سهل وفي المتناول، بنكسب 2-0. الجول الأول يجيبوه في نفسهم، جده يجيب الجول الثاني. وبالمناسبة الجول ده خد أحسن جول في البطولة. كمان جده في البطولة دي كانت والدته داعياله كل ما ينزل يجيب جول. وكده يبقى صعدنا رسمي ومش فاضل غير ماتش مع بنين ونكسبه 2-0 بسهولة، واللي الأجوان المحمدي وكمان عماد متعب، وبنحقق العلامة كاملة في المجموعات وبنصعد عشان نقابل الكاميرون، وشكلها مش نسيانا اللي عملناه فيها في 2008 وعايزين ينتقموا مننا. ويبدأ الماتش والكاميرون تسجل فينا الجول الأول في الدقيقة 26، وده يخلينا نتهز شوية، وفي الدقيقة 37 أحمد حسن يسجل التعادل. وبالمناسبة دي كانت المباراة 170 ليه مع المنتخب، وكده عدى العميد حسام حسن وكمان هو بقي العميد. الماتش استمر على التعادل واحنا مضغوطين لحد ما دخلنا الاشواط الاضافيه، وفي اول شوط اضافي وفي اول دقيقتين جيرمي مدافع الكاميرون يحيي ذكرى زميله سونج، وبيغلط غلطه بسببها جده يسجل الجول الثاني، وبعديها ب3 دقايق احمد حسن سجل الجول الثالث من فاول، وانتهت المباراه بنتيجه 3-1 مصر كبيرة أفريقيا بجدارة. وعلى الجانب الثاني منتخب الجزائر كان مقدم ملحمة كروية قدام كوت ديفوار وكسبان 3-2 بالعافية، واحنا صعدنا عشان نقابلهم في نصف النهائي. وكان بالنسبة لنا إن الفوز على الجزائر أهم من الفوز بالبطولة عشان راحوا كأس العالم 2010 على حسابنا، وكمان كان في مشاكل وفتن كبيرة كان سببها الإعلام. بس أنا هتكلم عن الماتش من الناحية الفنية ومش هنخوض في تفاصيل قوي مراعاة لمشاعر الجزائريين اخواتنا اللي شجعونا وساندونا في بطولة الكاميرون سنة 2022. وفي الآخر كلنا عرب قدرنا نكسب الجزائر 4-0 بأداء خرافي. حسني سجل من ضربة جزاء، زيدان سجل جول عالمي، عبد الشافي سجل الثالث، وجد المحظوظ في البطولة نزل سجل الرابع. وصلنا للنهائي قصاد غانا، وطبعا كلنا عارفين غانا كانت عاملة ازاي في 2010 ومستواها كان عامل ازاي. بدأت المباراة كان في تركيز وحذر كبير، يمكن ما كناش بنقدم كورة حلوة أو أداء كويس، بس أهم حاجة محافظين، وفضل التعادل السلبي لحد آخر المباراة. وجه وقت جده أحسن بديل في البطولة، نزل جده وفي آخر ربع ساعة في الدقيقة 85 بيعمل 1-2 مع زيدان ويسجل أهم هدف ليه في حياته، هدف بطولة 2010، وكده تم تحقيق الهدف بنجاح. وطبعا بعد أداء غير عادي ومش طبيعي طول البطولة من اللاعب أحمد حسن اللي وصل سنه 35 سنة، أكيد كان يستاهل ياخد أحسن لاعب في البطولة. ودي البطولة السابعة لمنتخب مصر والبطولة الثالثة على التوالي بعد فوز مصر ببطولة أفريقيا 2008 بتتأهل للمشاركة في كأس القارات بجنوب أفريقيا سنة 2009، يعني قبل أفريقيا 2010 اللي اتكلمنا عليها. وتقع مصر في مجموعة فيها بطل كأس العالم منتخب إيطاليا، وبطل كوبا أمريكا منتخب البرازيل، وبطل الكونكاكاف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. فأول مباراة بتلعب مصر ضد البرازيل، تعتبر واحد من أقوى منتخبات العالم والمرشح الأول بالفوز بالبطولة، وإحنا كان طموحنا نجيب جول واحد بس في البرازيل. ويبدأ الماتش وإحنا على الله حكايتنا، تضغط البرازيل وكاكا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 5، وبعدها ب4 دقايق منتخب مصر سجل الهدف الأول ليه بعد عرضية أبو تريكة لزيدان، وفي الدقيقة 12 تسجل البرازيل الهدف الثاني وتسيطر على جميع أحداث المباراة في الشوط الأول. وفي الدقيقة 37 يسجل المدافع البرازيلي الجول الثالث. انتهى الشوط الأول بنتيجة 3-1 للبرازيل. وبين الشوطين اتكلم حسن شحاتة مع اللعيبة وقال لهم أنا مش جاي أخسر، أي لاعب خايف يقول وأنا أبدله. مع بداية الشوط الثاني منتخب مصر يقدر يسيطر على المباراة،
يقدر محمد شوقي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54، وبعديها بدقيقة واحدة محمد زيدان يسجل الهدف الثالث بأسيست من أبو تريكة، ويفضل التعادل بين المنتخبين لآخر المباراة لحد ما يحسب الحكم ضربة جزاء على منتخب مصر بعد لمسة يد من أحمد المحمدي، ويسجل كاكا ضربة الجزاء في الدقيقة 95، وتنتهي المباراة وبرغم هزيمة منتخب مصر لكنه كسب احترام الجميع. في المباراة التانية بتلعب مصر ضد منتخب إيطاليا اللي حاصل على كأس العالم، في مباراة اللي كان نجمها عصام الحضري اللي عمل تصديات عظيمة، وقدرت مصر تفوز على إيطاليا بعد رأسية محمد حمص في شباك بوفون. في مباراة مصر ضد أمريكا يكفي مصر التعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف عشان نتأهل لدور نصف النهائي، لكن عكس المتوقع تقدم مصر أسوأ مباراة ليها في البطولة وتخسر 3-0 وتودع البطولة. في كلام كتير حصل في البطولة دي ومصر اتظلمت في البطولة. شفنا كورة مصر كانت جامدة ازاي، كانت لعيبة رجالة، مدرب وطني أسطوري. نتمنى التوفيق لحسام حسن ويرجع أمجاد مصر إن شاء الله. والسلام عليكم.